ازاي نحسب الابعاد الداخلية للسلالم معماريا؟ هنبدأ الاول نعرف بعض التفاصيل في تصميم السلالم. ان طول الدرجة نفسه بيكون من متر لمتر وعشرين، النايمة بتاعت السلم بتكون من 26 ل30 سنتي، والقايمة بتكون من 15 ل17. في المثال بتاعنا هناخد القايمة ارتفاعها 16 سنتي والنايمة عرضها 28 سنتي. والبسطات الخاصة بالسلم، عرض بسطة الدور نفسه بتكون من 120 ل 140 سنتي، والبسطة بتاعت نص الدور بتكون تقريبا 120 سنتي، ومن متر لمتر وعشرين. فهناخد في المثال بتاعنا عرض بسطة الدور متر وتلاتين، عرض بسطة نص الدور متر وعشرين في الاتجاهين. إذا تعالى نحسب كده مع بعض عدد القوايم اللي موجودة في السلم. أنا عندي هنا 8 قوايم، تمام، بما فيهم 7 درجات. نعد كده مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7. 7 درجات هنضربهم في عرض النايمة اللي هو المفروض عندنا 28 سنتي، فأصبح عندي متر 96. متر 96 هنزود عليهم عرض البسطة بتاعة الدور وعرض البسطة بتاعة نص الدور، أصبح إن الطول الإجمالي للسلم 4 متر 46. في الناحية العرضية عندي قلبتين سلم، كل قلبة متر وعشرين، يبقى أنا عندي مجموعهم 2 متر و40، وعندي 3 درجات في 28 سنتي. أصبح إن المجموع 84 سنتي زائد 2 متر و40، أصبح إن عرض السلم الإجمالي 3 متر و24 سنتي. إذا كده أنا جبت الأبعاد الداخلية للسلم اللي هي الطول أصبح 4 متر 46 والعرض 3 متر و24 سنتي.